اليوم حنا العالم يعيش في واحد الوقت اللي هو تجاذب المصالح والدول في مجال الذكاء الاصطناعي. وكان من الضروري أن الدول العربية يكون لها مؤسسة يعني تحظى بها الجانب، والمؤسسة حديث العهد في أواخر 2025، والمقر ديالها في قطر حاليا في الدوحة. وتشتغل على ثلاث جوانب. الجانب الأول هو التعليم، مهم. لأن الذكاء الاصطناعي اليوم حاضر بقوة في التعليم، وحتى يكون عندنا مناهج مضبوطة ونتحكم في البيانات، لأن حاليا البيانات كلها متواجدة في الدول التي تتحكم فيها. ويعني الدول العربية لأمور يعني مفهومة، لازم ما أن لا تدع كل هذه الأمور تمشي بدون مراقبة وبدون يعني يكون ضبط الأمور. هذا الشق الأول. الجانب الثاني هو المؤسسات الاقتصادية، الشركات. حتى تكون الشركات العربية عندها تنافسية في العالم وممكن تدخل الأسواق الداخلية والخارجية، لازم أنها تستعمل الذكاء الاصطناعي. هذا يعني لا مفر منه. ولهذا الاتحاد سوف يعمل إن شاء الله، ويعمل على أن يعطي بجميع الطرق كل المؤهلات للشركات حتى تكون هذه تنافسية. والشق الثالث هو يعني التواصل عبر العالم مع كل المؤسسات، يعني لأن الذكاء الاصطناعي حاليا لا يمكن الدولة أنها تبني وحدها. مهم. هناك تحالفات، وهناك يعني كوربوريشن يعني بين دول مختلفة، اتفاقيات، نعم. اتفاقيات مع مراكز دراسة، مراكز علمية، مع مؤسسات يعني، مع جامعات، مع شركات. هذا هو الشق الثالث اللي هو مهم كذلك، حتى يكون هناك تبادل أفكار والتكوينات إلى آخره. نعم، إذا واضح. فالحاجة كانت أم الاختراع باش أنه نستافدوا تكون الاستفادة خاصة في العالم الإسلامي فيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي. نتكلموا على مشاركتكم اليوم أستاذ جعفر بالمنتدى الاقتصادي. كانت عندكم ورشة خاصة هذا الصباح ومرتبطة بالمجال المرتبط بالذكاء الاصطناعي. هو الورشة كانت تحدث عن يعني دور غرف تجارية في أن تساعد الشركات، ويكون دورها أكثر نجاعة نعم. باستعمال الذكاء الاصطناعي. يعني أن لما تكون هناك سياسة دولة أو سياسة يعني مجموعة من الدول في ما يهمنا في الأمر والاتحاد العربي، هذا لتنزيل هذه السياسة، يعني الغرف التجارية عندها دور مهم، خاصة في الشق الثاني اللي هو من مسؤولية الاتحاد. ولهذا يعني نظرنا أن المشاركة مهمة حتى نتوصل. كان الحمد لله عدد كثير من الغرف التجارية، وتكلمنا يعني كيف يكون دور الغرفة، لأن حاليا الغرف التجارية يعني دورها لازم يتطور أكثر، لأن المعلومات أكثر والفاعلين أكثر. يعني الدور لا يقتضي، لا يتوقف فقط عن العلاقة مع الشركات. هناك علاقة مع المؤسسات، هناك علاقة مع يعني الدولة، جميع الوزراء، جميع الوزارات عفوا. يعني كل هذه الأمور المعلومات أكثر كل يوم، يعني المعلومات التي تستعملها الشركات أكثر. يعني كيف يتم تنظيم هذه الأمور، يعني كيف يكون عندنا يعني بيانات قوية مهم. وصحيحة، يعني يعني تكون ملك خاص، مهم. ما تكونش بيانات جاية من مكان تاني. مهم. وكيف يمكن تفعيل هذه البيانات، وكيف يمكن أن يكون تفاعل بين جميع الشركاء اللي هما شركات، أفراد، مؤسسات، باحثين، مهم. على إلى آخره. يعني هذا هو اليوم، وفي المستقبل إن شاء الله يكون دور وسرعة، لأن اليوم الاقتصاد يمشي بسرعة مهولة. إذا ما كانش سرعة في التطبيق، سرعة في الفهم، مهم. سرعة في التنزيل وأخذ القرار، لأن أهم شيء هو أخذ القرار. نعم. يعني لما تحب تأخذ قرار لازم يكون عندك معطيات صحيحة كاملة ودقيقة، وإلا فهذا القرار سوف يكون غير صائب. نعم. وهذا دور المؤسسة، الغرف التجارية تساعد يعني الشركات وتتفاعل مع مهم. كل هذه يعني المؤسسات الدولة وحتى الخاصة. نعم. عمل الغرف على هذه النقطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، هل سيتم يعني توسيعه في مجالات أخرى من غير المجال المرتبط بالبيانات أو المجال المرتبط ب كيفية التواصل مع الشركات أو شي حاجة من هذا القبيل؟ هل سيمكن يعني توسيعه أكثر ل إذا بغينا نقولوا ماشي غير تعزيز التنافسية، ولكن
تحسين المنتوجات الاقتصادية، المنتوجات من أجل تحسين الاقتصادي أو لا من أجل تحسين التسويق على المستوى المحلي والدولي، شي حاجة من هذا القبيل يعني؟ لا هو ضروري، هو لما يكون عندك أرضية شغل، من بعد لما تكون أرضية ممكن يكون عندك يعني أمور كثيرة تخدم عليها. مثلا احنا اقترحنا على سبيل المثال بحكم أننا المشاريع هذه ما يمكنش يكون تنزيل يعني على نطاق واسع. التنزيل يكون بالتدريج، لأن التغيير مش شيء سهل. يعني يعني التغيير يتطلب يعني دراسات، يتطلب يعني فورميشن. عفوا أنا يعني تكويني كله بالفرنسي والإنجليزي، يعني ماشي عفوا مشكل. أنا أبذل مجهود حتى أتكلم بالعربية. وأيضا عربي، يعني هو الأصل عربية سليمة الحمد هو لله. الأصل عربي، لكن في المستوى الدراسي العالي كله فرنسي وإنجليزي على كل حال. دونك لهذا الأهداف متعددة. أنا أعطيك مثال، احنا الآن اقترحنا أن يكون برنامج يعني في شراكة مع الاتحاد، نعمل تواصل بين الجاليات العربية المسلمة بالخارج اللي عندها واحد الخبرة، يعني احتكاك بشركات عالمية في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، ومع شركات عربية. وهذا يتم في ظل يعني العلاقة مع الغرف التجارية. هذا مشروع صغير إن شاء الله، نتمنى أن نتوفق في تنزيله ويكون بالتدريج. يعني نعطيك مثل ثاني، ممكن أن الغرف التجارية تعمل على تنزيل سياسة الدولة. كيف يتم ذلك؟ مثلا الدولة تقول لي أوكي، أنا عندي مهندسين عدد كذا كذا كذا، وهاد المهندسين لازم يكون لهم شغل. يعني لازم يكون تنسيق حتى أنه الغرف التجارية تشوف كيفاش يعني تشجع هذا المجال، لأن في عندنا عرض وفي طلب في الخارج. مثلا يعني مثلا أخذ مثل المغرب على سبيل المثال. يعني هناك دول كلها عندها كفاءات، مصر إلى آخره، يعني لا أستثني الدول الأخرى، فقط على سبيل المثال عندنا مهندسين عندهم كفاءات. دول كفرنسا، دول أوروبية تحتاج الكفاءات. ممكن يعني يكون في نطاق مدروس ومطرق معين، يكون بيانات، ويكون يعني تكون خطة مدروسة، ويعني كما قلت مرتكزة على أسس قوية دقيقة، ومن بعد يتم التنزيل بشراكات. يعني هذا مثلا على سبيل المثال يعني شق من الأمور اللي ممكن نسويها، نقوم بها، وتكون يعني تابعة لسياسة الدولة، وممكن تكون تابعة لسياسة المؤسسة اللي اليوم أمثلها عن باسم الدكتور بدر الهجري. نعم أستاذ، في الأخير هل يمكن اعتبار أن الذكاء الاصطناعي هو وسيلة عمل لا يمكن الاستغناء عليها في الوقت الراهن ولا حتى مستقبلا في جميع المجالات؟ هذا سؤال يعني الجواب ديالو معروف. ما كاينش عاقل يقول لك اليوم انه ممكن نستعمل الذكاء الاصطناعي. هذا انا فقط حبيت نعمل تذكير بسيط. هو قبل هذه الفتره للذكاء الاصطناعي كانت موجه قبل من هذا، وكان مفكرين عرب وكذا قالوا ان الدول يعني في طريق النمو لازم تاخذ هذه الموجه. هذه كانت هي الموجه ديال بدايه الانترنت المعلومات، يعني الانفورماتيك، المعلومات سيستم دافورماسيون، انفورميشن سيستم، وكل هذه الامور هذه. لماذا؟ لان هذا المجال كان في بدايته لا يتطلب يعني استثمار كبير. يعني وكان هو رايح يخلق يقرب بين الدول المتقدمه الصناعيه، لان الصناعه تتطلب استثمار كبير، وبحكم الدول يعني في طريق النمو عندها مؤهلات، عندها بشريه، عندها شباب كذا، وهذا المجال لم يستثمر. ومن بين الدول اللي استفدت من هذه الموجه مثلا الهند، يعني بحكم ان عدد سكانها كبير. نعم. وهي طورت يعني التعليم ديالها، ركزت على يعني الرياضيات والامور، وخلقت عدد كبير من المهندسين. الان الهنديين متواجدين حول العالم كله، يعني اكبر سيو في العالم، التوب 10 كلهم هنديين. يعني ويعني هم في المجالات، في صناعه الطائرات، ايروسبيس، كل مجالات هم تلقاهم الان، لان هم فهموا اللي كانت موجه لازم تاخذها. الان الدول اللي ما تاخذش هذه الموجه ديال الاي اي لسوء الحظ يعني
العواقب تكون صعبة شوية. نعم. إذا ختاما، كيفاش شفتوا التعامل ديال المنتدى مع هذا الموضوع؟ كيفاش كتشوفوا المستقبل في التعامل ديال الغرفة مع هذا الموضوع؟ رأيكم؟ هو عموما كان تواصل يعني جميل، ويعني enrichissant، يعني غني. غني. آه، وهناك زعما رغبة أنه يكون تنزيل. مم. يعني أهم شيء يعني التفكير والحوار كان مهم، ومن بعد لا يكون يتخذ القرار يعني شو مشروع معين. وكما قلت احنا أخذنا هذا اقتراح من عندنا، احنا عملنا هذا الاقتراح أنه ممكن نشتغل مع بعض في ملف معين ولو بالحجم الصغير، ومن بعد نطوره. لما نطوره ممكن نطبقه على كل الغرف الحمد لله إن شاء الله. وأظن يعني كان تجاوب بالنسبة للأمر هذا، ونتمنى أنه يكون اتفاق على تنزيل مشروع ولو صغير ويكون عنده مستقبل. يعني هذا أهم شيء، هو التطبيق. يعني الدراسة وكل شيء مهم، لكن ما كانش تطبيق وله سرعة تنزيل وقرار، يعني مهم. ما كانش نتائج طيبة. إن شاء الله نتمنى أن تكون نتائج مهمة ويكون تنزيل فعلي لهذا الموضوع. كيف ما قلتي أنه موضوع مهم، والتخلي عليه ستكون له عواقب سيئة، والاستمرارية في تطوير هذا المجال أكيد غادي تعطي نتائج مهمة بزاف لمستقبل الدول بصفة عامة، وأكيد المغرب اللي هو الآن يشتغل بجدية على هذا الموضوع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. شكرا لك أستاذ جعفر تدير، أنت المنسق مكتب رئيس الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي بقطر. تفضل. شكرا. أنا نسيت نقطة مهمة، نعم تفضل. فقط للتذكير أن من أين أتينا وإلى نحن ذاهبون. لا ننسى أن أب الروحي للذكاء الصناعي هو الدول الإسلامية في العهد الذهبي في القرن التاسع والقرن 12. لا ننسى الخوارزمي أب الجبر، نعم. وأب لي فونكسيون، دلات. هذا هو أساس الاي اي اليوم، لأن الخوارزميات كلها تبني على هذا. لا ننسى يعني أب الروحي للدراسات العلمية، يعني ميثودولوجي سيونتيفيك. هادو نحن الحمد لله العرب، يعني احنا كمسلمين كعرب يعني قدمنا الإنسانية في الماضي، وإن شاء الله نقدم في المستقبل كذلك. إن شاء الله. شكرا لك.